انقلبت الأمور رأساً على عقب داخل معسكر نادي الزمالك المقام بالعاصمة الإدارية، بعدما شهدت الساعات الماضية أزمة بسبب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق لظهوره في إحدى الحفلات الغنائية رفقة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي. واندلعت الأمور داخل نادي الزمالك بسبب أحمد فتوح بعدما اشتعلت الأجواء منذ عدة ساعات بتأكيد عبد الناصر محمد مدير الكرة في القلعة البيضاء أن اللاعب غاب عن المعسكر لحصوله على إذن لكي يزور عمه المريض في أحد المستشفيات. وما إن مرت ساعات قليلة على تصريحات مدير الكرة في الزمالك حتى تفجرت الأمور كثيرا في أزمة وواقعة أحمد فتوح بنفي ما قاله عبد الناصر محمد في هذا الشأن، إذ خرج نادي الزمالك ببيان رسمي أعلن فيه تغريم أحمد فتوح 1,000,000 جنيه وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق لظهوره في إحدى المناسبات العامة. والتقطت فيديوها لظهير أيسر الزمالك كشفت مشاركته في حفل للمطرب راغب علامة بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور النادي الأهلي، والذي يغيب عن معسكر تونس لاستمرار معاناته من إصابة الكتف. ظهور أحمد فتوح في حفل الساحل الشمالي أكد عدم صحة ما قاله لمسؤولي الزمالك وما خرج به عبد الناصر محمد في تصريحاته الرسمية الأخيرة، الأمر الذي أدى لتوقيع عقوبة وغرامة عليه وتحويله للتحقيق داخل الأبيض. وقرر جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة تغريم أحمد فتوح مبلغ 1,000,000 جنيه وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق نظراً لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن. وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك رسالة إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي. وقال أمير مرتضى منصور عبر إحدى حلقات برنامج بودكاست: سيد عبد الحفيظ مبدئيا أنا معرفوش شخصيا، معرفوش يعني، وعمري ما احتكيت بيه، وهي خناقة اتفرضت عليا وعليا. وأضافوا في حاجات من وجهة نظره بيشوف شغله بطريقة معينة، الطريقة دي أنا شايف إنها مش صح لأنها مش بتتناسب مع الرياضة. وأكمل يعني أنت بتبقى شايف إنك تطلع تتكلم على حكم قبل مباراة أو تضغط على حكم أو تقول ليه الحكم ده بيحكم أو مش بيحكم. وتابع: أنا أقدر أقول في الآخر كمسؤول عندي مشكلة مع الحكم ده أو النادي ده أو اللاعب ده، لكن ما أقدرش أقول الأهلي ليه بينضي مع الشركة دي أو الحكم ده بيحكم ليه. أنا كده تعديت الحدود المسموح بيها إنك بتباشر شغلك وبتصدر لي مشكلة. وزاد: وهما في أوقات كانوا بيعترفوا بكده وإنهم شاطرين في كده، واشترطهم في منظومة بتقبل إن ده يحصل فيها، لكن المفروض لا أنا ولا هو نجيب سيرة الحكم ويكون في ضوابط ومعايير تمشي علينا كلنا وتقيم الحكم، ودور الاتحاد إنه يفصل. علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق على قصة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اللاعب الذي يطالب الزمالك اليوم برحيله عن صفوف الفريق لأن وجوده سيكون سبب في أضرار كثيرة للفريق. حرص منصور التعليق على هذا الأمر، وفي تصريحات صحفية له قال مرتضى منصور: أنا أول من تحدثت عن فكرة تدمير اللاعبين لأنفسهم عن طريق تصرفاتهم. على اللاعبين أن يشكروا الله على النعمة التي يعيش فيها من شهرة ومال، لكن بكل أسف هذا لا يحدث، فالأموال والشهرة والشيطان ثالثهم دمروا مواهب كثيرة. وأتم منصور: عندما حاولت كشف هؤلاء اللاعبين من باب تقويم سلوكهم انتقدتني شريحة من الجماهير وتبرعت بالدفاع عنهم.